ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتأخرت عليكم في الفيديوهات، ما كنتش بعمل روتينات، معلش كان عندي ظروف. بس النهارده هنعمل روتين قوي وكله طاقة إيجابية. صح ولا لأ؟ صح. هتعملي معايا حاجة؟ لا. هي مش ناوية تساعدني برضه. قاعدة النهارده ومش ناوية تساعدني برضه. هعمل من ورا الكاميرا. هتعملي من ورا الكاميرا؟ ماشي. هبدأ بس كده ايه اشتغل الحاجة دي. وكمان انا شلت الانترين من الليفنج حطيته هنا. دلوقتي بقى ندردش مع بعض واحكي لكم ايه اللي حصل وايه اللي جرى. بس انا حاسه ان انا تايهه اصلا، يعني معايا ابدا من هنا ولا من هنا، مش عارفه. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه. الشنطه دي فيها حاجات احنا مش محتاجينها، بس هنديها للناس محتاجينها. طبعا هو ايه، هو طبعا عادي لما اقول لكم حاجه زي كده ان انا حاجات انا مش محتاجاها بس ممكن غيري محتاجها. عشان اشجعكم تعملوا زي انتوا كمان. تمام. هدخل الحاجه دي جوه واجي لكم تاني. اللي متابعني عارف ان انا في دخول الصيف ودخول الشتاء بطلع الهدوم الصيفي او الشتوي، الحاجه اللي انا محتاجاها بسيبها، الحاجه اللي انا مش محتاجاها بطلعها لحد يكون محتاجها. وطبعا دي حاجه كويسه وربنا يجعله في ميزان حسناتنا كلنا يا رب. ذات الرداء الاسمر ده هحطهولك فين؟ تريقة على حاجتي؟ اه على الرخامه التانيه. هجيب بس كده ملمع الازاز واعمل الترابيزه.
الترابيزه هنا بين السجادتين. خلاص هحط بقى الكراسي. وحطينا المفرش. بصوا بنشتغل بقى ده حطه جوه الليفينج. بفكر اطلع التلبيسه اللي هي بتاعت الانتريه دي احطها هنا وخلاص. علشان طبعا المطبخ هنا قدام ايه، قدام الانتريه، فالدهون وكلام من ده. بفكر اطلعها واحطها عليه، بس انا كنت عاملاها تحت السرير. وبكده اكون خلصت الروتين بتاعي النهارده. عملنا توضيبات بسيطه كده بس في الصاله عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ممكن اعمل الجزء ده، بس هحطه لكم في جزء تاني يعني في فيديو تاني يعني. خلاص ماشي، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات كتير على خير. مع السلامه.